قبل ما نبدأ حلقة النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس. بنت متكبرة شايفة نفسها وماشية بمبدأ يا أرض تهدي ما عليكي أدي، فبتصيبها لعنة علشان تتعلم الأدب، وشرط اللعنة تبقى 3 حاجات علشان ترجع زي ما هي. بس إيه اللي حصل ولا إيه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف. بيبدأ المسلسل لما كل الخدم بيفضلوا ينظفوا الفيلا، وجان مديرة المنزل بتفضل تتابعهم وما كانتش بتسمح لحد بأي غلطة، والكل جهزوا وراحوا قدموا الفطار والسكين كير لبيوتي اللي بتبقى قاعدة في البسين وبتعمل السكين كير بتاعها عشان هي بنت واو. بتسأل مساعدتها ميرا أنهي فستان هيكون مناسب للحفل بتاع بالليل، فميرا بتقول لها الأبيض، فبيوتي بتقرر تلبس الفستان الذهبي. بتقوم تخرج من البسين والحمامة بتعمل حمام عليها، فبتفضل تصوت وبتقول بكره الطيور. كل الخدم بيتحركوا عشان يمسكوا الحمامة وبيبقوا خايفين لا تطردهم عشان بيوتي بقى عندها عقدة من الطيور من ساعة وفاة أبوها. بيحصل فلاش باك ل5 سنين فاتوا لما بيوتي بتكون في أوضتها وبتأكل عصافيرها، وعمها كورن بيدخل عليها بيقول لها ان والدها توفى بسبب ان في طائر شتت انتباه الطيار والطياره وقعت فجالها عقده من الطيور. بقت كل ما تشوف طائر يحصل لها انهيار عصبي وتفضل تصرخ. بنرجع من الفلاش باك وبتكون بيوتي بتجهز عشان الحفله اللي عندها، واهل تي بيطلعوا له وبيطلبوا منه يجهز عشان يروحوا الحفله بتاعت بيوتي. فبيقول لهم دي بنت تافهه قوي وملهاش اي لازمه في الشركه غير انها تروح الحفلات بس. فبيقولوا له معلش هي دلوعه وكمان انت مش ناوي ترتبط بيها، فبيقول لهم لا مش عاوز. وبيقوم يروح يجهز عشان الحفله وبيشوف صورتهم سوا هو وبيوتي وهم صغيرين، وبيفتكر لما كانت بتتنمر عليه علشان تخين، فبيتضايق وبيقرر يروح الحفله علشان آرن. بيوتي بتوصل الحفلة وكل الصحافة بيصوروها وبتكون حلوة قوي وبتدخل أوضتها. بات بتكون خلصت لبس وبتنزل تشوف أبوها كورن بتلاقيه مشي، فبتزعل إن أبوها بيهتم ببنت أخوه أكتر منها وبتقرر ما تروحش الحفلة. بس تي بيرن عليها وبيقول لها تروحي للحفلة، فبتقول له وبتقرر تروح. وآرون بنت جميلة معجبة ببيوتي، فبتدخل لها أوضتها وبتقول لها ممكن تخليني أشارك معاكي في عرض الأزياء، أنا بحبك جدا. فبيوتي بتقول لها شوف، وبتكون بتتعامل بتكبر كبير ورافعة مناخيرها في السماء. ومن ناحية عرض الأزياء بيبتدي وبيوتي بتخرج وبتكون عارضة، وآرون هي كمان بتكون عارضة بس بتتكعبل وبتقع على الأرض، فبيوتي بتساعدها وبتمسك إيدها وبتقومها، والعرض الأول بيخلص وبيوتي بتدخل أوضتها. آرون بتدخل وراها وبتشكرها وبتقول لها مش عارفة أشكرك إزاي إنك ساعدتيني. فبيوتي بتقول لها أنا عملت كده عشان منظري مش عشانك. فآرون بتقول لها شكرا، أنا هشرفك في العرض التاني ومش هعمل أي غلط. وبتخرج من الأوضة وبتخبط في قفص الحمام اللي بيكونوا هيستخدموه في العرض التاني، وبيوتي بتعرف من منظمة الحفل إن هيبقى فيه أقفاص حمام، فبتتضايق وبتقول لهم أنا عندي فوبيا من الطيور، ليه ما قلتليش من الأول؟ وبتعرفها إنها تنسحب. فمنظمة الحفلة بتقول لها أنا ما كنتش أعرف إنك عندك فوبيا وأرجوكي مش هينفع تنسحبي. فآرون بتقول لها همسك أنا أقفاص الطيور بدالك ومش هخليهم يجوا ناحيتك، يا ريت تثق فيا. فبيوتي بتوافق وبتخرج للعرض، وميرا بتعرف ان القفص اتكسر لما آرون خبطت فيه وبتجري تحاول تحذر بيوتي، بس بتكون طلعت المسرح. بيوتي بتخرج من المسرح وبيبقى فيه طيور كتير، بتتصدم ومش بتقدر تاخد نفسها، فعمها بيروح لها وبيقول لها ما تخافيش انا جنبك كل حاجة كويسة وانت بخير. فطمنت وكملت العرض والكل سقف لها، وآرون وقفت جنبها بقفص الحمام وشافت بات بتقرب من تي، فبتتضايق وحطت قفص الطيور في وش بيوتي. فبيوتي بتخاف وحدفته بعيد عنها، والحمامة طارت وكل القفص اتفتحت. بيوتي قعدت تصرخ وبتقع على الأرض والصحافة بتصورها، لكن ميرا بتلاحقها وبتاخدها وبيدخلوا الأوضة وبتقول لها أنا آسفة، أنا كنت عارفة إن هيبقى فيه طيور بس ما قلتلكيش. فبيوتي بتتضايق وبتفضل تضربها، وآرون بتدخل عليها الأوضة وبتفضل تتأسف لها على اللي عملته، بس بيوتي بترفض اعتذارها وبتطردها من الأوضة. البت دي رخمة قوي يا جماعة. وتي بيدخل ياخدها وبيقول لبيوتي عمرك ما هتتغيري، هتفضلي كده طول عمرك، وبياخد آرون وبيمشي. بيوتي مش بتبقى عارفة هو مين وبتطرد كل اللي في الأوضة، واللعلت أم بيوتي بتشوفها من السماء وبتكون ملاك وعاوزة تساعدها في الآلهة، استغفر الله العظيم يعني. بتقول لها ازاي هتساعديها، ما ينفعش، لو عملت كده هتنزلي الأرض على هيئة كلبة مولودة. فاللعلت بتقول لها هي بتضيع نفسها ولازم أساعدها. فالآلهة بتقول لها هي عاوزة تتعلم درس عشان تقدر تفوق. فلالت بتقول لها كل ده غلطي علشان عودتها ان كل حاجة بتعوزها بتلاقيها، بس ما كنتش جنبها عشان اعلمها الصح من الغلط. فالآلهة قالت لها انا هساعدها. بيوتي بتبقى في الأوضة وفجأة بتظهر قدامها الآلهة، وبيوتي بتقول لها انت مين وازاي دخلت هنا، يلا خرجي والا اذيكي. فالإلهة بتقول لها شكلك لمضة ومش هينفع معاك النصيحة، وفجأة بترمي عليها لعنة احسن تستاهل. بتقول لها خليكي اكتر حاجة انت بتكرهيها، وعشان تفكي اللعنة دي لازم تعملي 3 حاجات. 1 تهتمي بغيرك وما تفكريش في جمالك بس وما تبقيش بصرم كده. 2 حاجة تعملي خير كتير تعوضي بيه الوحش اللي عملتيه، يكش تكفري عن ذنوبك شوية. 3 حاجة تحصلي على بوسة من شخص بتحبيه اكتر من نفسك، ودي الكوريين بصراحة مش بيتوصوا فيها. فبيوتي بتقعد تقول لها انت مجنونة وشكل عقلك طاير،
فالإلهة بتسيبها وبتمشي، وبيوتي بتفضل ماشية وراها، وفجأة الإلهة بتختفي. بيوتي بترجع أوضتها بتلاقي فستانها واقع على الأرض، وميرا والمساعدين بتوعها قاعدين يدوروا عليها، وهي بتقعد تقول لهم أنا هنا، بس مش بيسمعوها ولا بيشوفوها. بتسمعهم وهم بيقولوا عليها متكبرة وفاشلة ومش بتعمل أي خير في حياتها، وإحنا مكملين في الشغل هنا عشان الفلوس وبس، وتستاهل اللي حصل لها النهاردة. فبيوتي بتتضايق وبتخرج من الأوضة، وبتلاقي منظمة الحفلة بتعمل مؤتمر صحفي، وبتقول على بيوتي إنها عندها مرض نفسي من الطيور، وإنها مش هتجيبها في أي عروض تاني. فبيوتي بتتضايق وبتروح تضربها، بس بتلاقي الكل بيجروا وراها وبيقولوا امسكوا الطائر ده. فبيوتي بتستغرب وبتدخل الحمام وبتقف قدام المراية، وبتلاقي نفسها اتحولت لطائر. فبتفضل تصرخ وبتفتكر كلام الإلهة لما قالت لها هحولك لأكتر حاجة بتكرهيها. فبتقعد تصرخ وتعيط، وبتقرر تمشي تروح البيت، وبتفضل توقف تاكسي ومحدش بيكون شايفها ولا سامعها. فبتقعد على الطريق تعيط، واهل تي بيقولوا له ان بيوتي هتبقى المدير التنفيذي للشركه بتاعت والدها، وانها شاطره واتغيرت عن زمان ولازم تديها فرصه وتقرب منها. فبيقول لها لا، ما اتغيرتش، دي فاشله ومتكبره ومحدش بيحبها، هي دايما بعيده عننا ومش اجتماعيه، ومش هدمر حياتي وابقى مع واحده زيها. وسابهم وقام. وكون بيقول لبعت تعملي ايه؟ فبتقول له بسمع الاخبار عن بنت اخوك الجميله. فبيقول لها ازاي تتكلمي كده عنها، دي اختك. فبتقول له لا مش اختي، دي بنت اخوك اللي ساب كل حاجه لبنته. فبيقول لها عشان دي شركته، لو عاوزه تكوني زيها اعملي شركه خاصه بيكي. فبتقول له هعمل كده وهحافظ عليها وابقى ناجحه مش زيها. بيوتي بتوصل البيت وبتحاول تدخل، والحارس بيشوفها وبيفضل يجري وراها، فبتهرب منه. وبتدخل البيت وبتلاقي جان بتسال ميرا وبتقول لها فين بيوتي؟ فبتقول لها مش عارفه، احنا مش لاقيينها في الفندق. تلاقيها متضايقه وراحت مكان وهتيجي الصبح. فجان بتطفي انوار الاوضه وبيخرجوا. بيوتي بتفتحه وبتقف قدام المرايه وبتشوف نفسها طائر وبتتاكد وبتكون زعلانه ومتعصبه. فجاه الالهه بتظهر قدامها، وبيوتي بتقول لها عملتي فيا ايه؟ رجعيني انسانه والا هاذيكي. فالالهه بتقول لها اسكتي بدل ما اعمل منك شوربه، وبتهددها وبتقول لها لو فضلتي تتكلمي باسلوبك ده هخليكي طائر طول حياتك، وانا لازم اعلمك درس عشان انت محتاجه قرصه ودن. فبيوتي بتقول لها طب اعمل ايه؟ رجعيني انسانه. فبتقول لها لا، لازم تعملي ال3 حاجات اللي طلبتهم منك، وخليكي عارفه انك هتفضلي طول الليل طائر، واول ما يجي النهار هتتحولي لانسانه، وفي خلال 3 شهور لو ما عملتيش اللي قلتلك عليه هتفضلي طائر طول عمرك. فبيوتي بتقول لها سهل قوي، اعمل اللي طلبتيه. فالالهه بتديها تميمه وبتقول لها لو اتحولت للون الاسود ده معناه انك بتعملي حاجه غلط وهتتحولي لطائر طول عمرك، اما بقى لو لونها ذهبي فيبقى انت عملتي عمل صالح وفي فرصه انك ترجعي انسانه تاني. وتي بيكون في اوضته ماسك صورته هو وبيوتي وهم صغيرين، وبيقعد يفتكر لما كان تخين وهي بتتريق عليه فبيقطع الصوره وهو زعلان. في الوقت ده بتكون بيوتي مش بتبقى عارفه تنام وهي طائر، وامها بتبقى شايفاها من السما وزعلانه عليها، بس الالهه بتقول لها عشان تتعلم الدرس لازم تواجه مشاكل، ما تقلقيش عليها، دي مفتريه وتقدر على بلد. وبيوتي بتنام، وتاني يوم بتصحى بتلاقي نفسها اتحولت لإنسانة، فبتفرح وبتقول أكيد كنت بحلم، وبتلاقي نفسها عريانة وبتقف قدام المراية وبتلاقي في جسمها كدمات، وبتشوف التميمة فبتعرف إنه ما كانش حلم وبتقعد تعيط. وآرون بتروح لتي وبتكون زعلانة وعايزة تعتذر لبيوتي، فأمه بتطلب منه يبقى ياخدها لبيوتي البيت تعتذر لها، فبيوافق علشان خاطرها. وبيوتي بتجهز وبتقرر تعمل المهمات اللي الإلهة قالت لها عليهم، وبتنزل من أوضتها وبتسمع ميرا بتتكلم عليها وحش وبتقول البيت حلو من غيرها، يا ريت تفضل مختفية شهور بدل ما هي بتقرفنا معاها كده. فبيوتي بتتضايق وبتنزل تطردهم وبتقول لهم اعملوا لي حفلة النهارده وجمعوا كل هدومي عشان اتبرع بيهم. فبيستغربوا وبيروحوا الكون وبيقول له انها طردتهم وهتعمل حفلة، فبيرن عليها وبيقول لها كنت فين امبارح؟ فقالت له كنت مع اصحابي. فبيسألها طردتي ميرا عليه؟ فبتقول له ما بحبش الناس اللي بوشين اللي بيتكلموا عني في ظهري، وما تقلقش عليا انا كويسة. وبتقفل معاه، وبيوتي وآرون بيخرجوا يتغدوا سوا. بيقول لها ليه بتحبي بيوتي كده وعاوزة تتأسفي لها؟ فبتقول له عشان هي قدوتي رغم صغر سنها، الا انها مديرة تنفيذية لشركة كبيرة. فبيقول لها هي مديرة بس مش بتروح الشركة وما تعرفش اي حاجة وفاشلة، بتستهزأ بالناس. فبتقول له عرفت ازاي؟ هي استهزأت بيك قبل كده؟ فبيتوتر وبيقول لها لا ما حصلش. بيوتي بتتجمع مع اصحابها وبتديهم هدومها وبتقول لهم ما لقيتش فقراء اديهم الهدوم دي فخدوهم. فبيزعلوا منها وبتاخد زميلها وبيخرجوا وبتقول له بتحبني؟ فبيقول لها فبتبوس وبتلاقي التميمة تحول لونها للاسود، فبتتخض، ما بتبقاش عارفه ايه الغلط اللي عملته، وبتقول لزميلها انت بتكذب عليا ومش بتحبني. فبيقول لها انت اللي مش بتحبيني، فبتتحرج وبتعرف انها لازم تكون بتحبه، فبتقول له خلاص امشي، وبتدخل تقعد مع اصحابها. تي بيوصل آرون بيتها وبيقعد مع اهلها وبيفضلوا يقولوا لها ان بيوتي هتسامحها، والساعه بتيجي 5 وبيوتي بطنها بتوجعها وبتستأذن من صحابها، وبتقول للخدمه انا تعبانه شويه محدش يطلع لي اوضتي خالص. بتطلع تقفل الباب عليها وبتفتح الشبابيك وبتلاقي الإلهة قدامها وبتسألها ليه التميمة بتجيب لي اللون الأسود؟ أكيد بايظة. بتقول لها أنا اديت لأصحابي هدوم غالية. فالإلهة بتقول لها بس ما قدمتهاش بحب، وحتى البوسة لازم تكون لشخص بتحبيه وإلا هتفضلي طائر طول حياتك، وبتسيبها وبتمشي.
بيوتي بتتحول لطائر وبتخرج من الشباك وبتنزل تحت وبتسمع صحابها بيتكلموا عليها وبيقول له اديتنا هدوم اللي يجي منها احسن منها، خلينا معاها عشان نستغلها. فبتزعل وبتهاجمهم وبيخرجوا بره بيتها والخدامات بيفضلوا يجروا وراها عشان يصطادوها. وبتشوف عمها جه وبيطلع اوضتها وبيفضل يخبط عليها وبيلاقيها مش بترد، فبيقرر يجي لها بكره. وتاني يوم تي بيكون قاعد مش عارف يروح لبيوتي مع آرون ولا لا، بس بيقرر يروح وبيلاقيها بتطرد الخدامه ميرا فبتتضايق. آرون بتروح على بيوتي وبتديها ورد وبتعتذر لها، فبيوتي بتعاملها بتكبر وقرف وبتقول لها انا مش عاوزه اقابل حد دلوقتي، والورد بيقع في الارض. فتي بيتضايق وبيقول لها ازاي بتعامليها كده وهي في بيتك، انت انسانه مش كويسه. فبتقول له انا مش عاوزاك ولا انت ولا هي في بيتي. فبيتضايق وبيمشي وامه بتقول له عملت ايه؟ بيقول لها اي موضوع ليه علاقه ببيوتي دي انا مش هتدخل فيه، انسانه مش كويسه خالص. وبيوتي بتجمع الخدم وبتديهم قواعد، وهي انهم ما يمسكوش الطائر تاني ويفضلوا سايبين الشبابيك والنور مفتوحين، وبيسيبوها بالليل في اوضتها ومحدش يضايقها، وبيجيبوا اكل للطيور. فجان بتستغرب بس الكل بيوافقوا على قواعدها وبيجيبوا لها الاكل بتاع الطيور وبتحطه في اوضتها. ميرا بتروح لكورن وبتقول له ان بيوتي طردتهم، فبيقعد يرن عليها. بات بتقول له انت مهتم بيها كده ليه؟ ما هي على طول بتفضل تطرد الخدم، مش حاجه جديده عليها. فكورن بيقول لها انا مش عارف انت خبيثه ليه عليها مع انها بتحبك. فبتقول له عشان على طول بتهتم بيها مع ان انا اللي بنتك مش هي. وبتسيبه وبتطلع اوضتها وبتشوف صورتها مع تي وبيوتي وبتفتكر لما بيوتي كانت بتقول لها انها وحشه فزقتها. كورن دخل عاقب بات وحضن بيوتي، فمن يومها بات قررت انها مش هتعاملها انها اختها ابدا. كورن بيروح لبيوتي وبيقول لها لازم تروحي شركه ابوكي وتشتغلي فيها وتكبريها. فبتقول له انا ما بفهمش في الشغل وانت مخلي بالك من الشركه ليه؟ عاوزني اروح؟ ارجوك سيبني على راحتي. فبيقول لها خلاص اللي انت عاوزاه، انا مش هقدر اضغط عليكي. فبتحضنه وبتشكره وبتقول له انت الوحيد اللي جنبي وبتحبني من قلبك وبتهتم بيا من يوم ما اهلي ماتوا. وبتكون عاوزه تحكي له عن اللعنه، بس فجاه بطنها بتوجعها وبتجري على الاوضه وبتتحول لطائر وبتطير من الشباك وبتدور على عمها وبتشوفه بيتكلم في التليفون مع حد وبيتفق مع انه هيسرق منها الشركه. فبتتصدم وبتقعد تهاجمه وبينده على الخدم يمسكوا الطائر. فبتروح عند البسين تعيط وبتكون زعلانه قوي ان حتى عمها طلع مش بيحبها ومفيش حد واحد تقدر تثق فيه. وبتفتكر ابوها لما كانت صغيره وبيقول لها لما اميرتي تكبر هتشتغل في الشركه بتاعتي وتكبرها. فبيوتي بتمسح دموعها وبتقرر انها تحافظ على شركه ابوها. والعلت بتكون شايفه بيوتي وزعلانه، فبتطلب من الالهه تساعدها وتوريها الطريق الصحيح. بيوتي بتبقى قاعده لوحدها حزينه وبتشوف نور وبتروح وراه، بيوصلها الفيلا تي والقط بتاعه بيشوفها وبيجري وراها، وتي بيشوفها وبياخدها يطبطب عليها وبيداوي جروحها، وهي بتبقى حاسه بحاجه غريبه وبتقول يا ترى شفته فين قبل كده. فبتفتكر انه حبيب آرون، فبتقرر تمشي بس بيمسكها وبياكلها وبيدخل يستحمى وبتشوفه وبتتكسف. بتفضل تتمشى في اوضته وبتشوف صورته وهو صغير وبتعرف انه نفسه الولد اللي كانت بتلعب معاه وهم صغيرين، فبتتصدم. ووالد آرون بيعرف اللي بيوتي عملته معاها، فبيقرر يسحب الأسهم بتاعته من الشركة، وآرون بتحاول تهديه بس بيرفض. بيوتي فضلت مستنية تي يخرج من الحمام ولقت تليفونه بيرن. لما تي بيخرج بياخد الطائر في حضنه بيقعد يكلم آرون وبتحكي له اللي حصل مع أبوها، فبيقول لها عنده حق عشان بيوتي قليلة الذوق ومتكبرة. فبيوتي بتنفر وبيبعدها عنه وبيقول لآرون ما تقلقيش أنا ههتم بالموضوع، بس هقفل دلوقتي عشان الطائر نقرني وعورني. وبيقفل معاها وبيحط بيوتي جنبه، وامه بتدخله وبتقول له حصل ايه، فبيحكي لها. فبتقول له خلي بالك من بيوتي، هي طيبه وابوك كان صاحب ابوها علمها الشغل، هي انسانه كويسه. فبيوتي فرحت بكلامها، وتي بيقول له امه حاضر وبياخد بيوتي في حضنه وبينام. بتكون فرحانه وبتحلم باللي كورن عمله، فبتقوم من النوم. بتروح الصبح بيوتي بتتحول لانسانه وبتروح الشركه وبتسال السكرتيره عن تي، فبتقول لها في اجتماع وبتقول لها تقدري تستنيه. فبتقعد تستناه، ولما بتزهق بتدخل له بتلاقي ولد آرون جوه وبيشوفها وبيمشي. كورن بيقول لها ايه اللي جابك هنا، فبتقول له جاي امسك الشركه، فبيسيبها وبيروح ورا العميل. وهي بتطلب من تي يعلمها الشغل، فبيرفض وبيقول لها خلي عمك يعلمك. فبتقول له لا مش هينفع، عاوزك انت. فبيقول لها ليه؟ فبتقول له مش هقدر اقول لك، بس ارجوك علمني اوعدك هبقى قد الشغل. فبيرفض وبتتضايق وبتمشي وبتشوف عمها وبيقول لها ليه عاوزه تشتغلي هنا؟ فبتقول له قررت اسمع كلامك واحقق حلم ابويا. فبيقول لها انا هساعدك، فبتقول له لا شكرا، تي هو اللي هيساعدني. وبتطلع لتي وبتقعد تتحايل عليه يعلمها وانها مستعده تسمع كلامه في كل شيء، فبيوافق وبيديها هدوم وبتدخل تلبسها وبتبقى لبس العاملات وبتكون قرفانه منه. لعلت بتكون شايفه بنتها وفرحانه انها ابتدت تتعلم، فالإلهة بتقول لها هي بتعمل كده بدافع الغضب والانتقام، فعشان كده التميمه بتاعتها هتفضل سودة وهتتحول لطائر طول حياتها. فبيوتي بتخرج من الحمام وبتفضل تتخانق مع تي وبتقول له انت ملبسني كده ليه، انا هبقى الرئيسه. فبيقول لها لازم تطلعي السلم من اوله وتعرفي ازاي العمال بيشتغلوا عشان تقدري شغلهم، وهخليكي تشتغلي شيفت مسائي. فقالت له مش هقدر، خليني في الصبح. فقال لها يبقى تكوني هنا من الساعه 8. فقالت له ده بدري قوي. فقال لها ده اللي عندي. فقالت له حاضر وبتمشي. هم دايما البنات كده بتحب اللي يديها على دماغها.
وتوا بيشوفها وبيكون معجب بيها عشان جمالها وما كانش يعرف هي مين. وبيوتي بتروح البيت وبتطلب من جان تودي التصميم للمصمم يعمله ويجيبه لها بكره. فجأة بطنها بتوجعها وبتطلب منها تخرج وتسيبها وبتتحول لطائر. تي بيقول لابوه ان بيوتي جات له الشركه وطلبت منه يعلمها الشغل ومش عاوزه كورني يعلمها، ووافقت اعلمها. فابوه بيقول له خلي بالك منها. تاني يوم بيوتي بتصحى من النوم وتي بيكون بيرن عليها وبيصحيها، فبتقول له جايه وبتقفل معاه وبتقعد تستحمى وتعمل سكين كير. بتوصل الشغل متاخر ساعتين وبتطلب من تي سامحها، فبيقول لها دي اخر فرصه ليكي، روحي غيري هدومك. فبتسمع كلامه وبيطلب من السكرتيره ما تعرفش حد ابدا ان بيوتي تبقى المديره. وتوا بيروح يقول لبات ان في بنت جميله جت الشركه امبارح والنهارده، فبتقرر تروح تسال تي عليها. بيوتي بتلبس لبس الشغل وبيكون ضايق عليها وغيرت تصميمه، فتي بيقول لها روحي غيريه، بعد كده تيجي من البيت بلبس الشغل والا مش هعلمك. فبتقول له حاضر وبتمشي. السكرتيره بتاخدها وبيروحوا المصنع، وهي في طريقها بتقابل بات وبتتنمر عليها انها وحشه وبتكون مغطيه وشها. فبات بتتضايق وبتقول لها انت مش عارفه انا مين، امشي من هنا يلا. فبتمشي والإلهة بتبص للالت وبتقول لها لسه بتتعامل بتكبر زي ما هي. فلالت بتقول لها كل ده بسببي، كان لازم اعلمها واربيها كويس. وبعد بتطلع لتي وبتقول له هي ايرن كانت هنا؟ فبيقول لها لا ليه؟ فبتقول له اصل سمعت ان في واحده جميله جات لك المكتب. فبيقول لها دي عميله ركزي في شغلك. فبتقول له ماشي هعرف هي مين. والسكرتيره بتوصل بيوتي المصنع وبتسلمها لرئيسه العمال بس مش بتشتغل، بتقعد تتصور ورئيسه العمال بتزعق لها وبتقول لها ممنوع التصوير هنا ويلا روحي اشتغلي مع زميلاتك. فبتروح ومش بتبقى قادره تشيل حاجه وبتوقع الشغل وبيتكسر وبتجري على الحمام. بترجع تاني فالرئيسه بتقول له ايه صباعك اتكسر؟ فبتقول لها لا ضوافري. فالرئيسه بتزعق لها وبتقول لها انت وقعتي شغل بألوفات وزعلانه عشان ضوافرك. بتقعد تزعق لها والإلهة بتقول لي لعلت مفيش فايده فيها، هتفضل انانيه ومش بتفكر غير في نفسها. وكورن بيقابل هاري وبيقول له عاوزين نشتغل سوا وبيقعدوا يضحكوا ضحكه صفرا. وهاري بيروح محل الورد عشان يشتري وبيلاقي ايرن هي صاحبه المحل وبيطلب منها تجهز له بوكيه هديه لعمته ما تبقاش طايقاه. بيسبب لها كارثه عشان تبعت الورد على العنوان وبتقراه وبتعرف انه صاحب شركه ملابس. رئيسه العمال بتاخد بيوتي عشان الغدا وبتطلب منها تاكل بس السكرتيره بتاخدها عشان تي عاوزها. بتروح له وبيزعق لها وبيقول لها اول يوم شغل ليكي تكسري بضاعه قيمتها كبيره قوي. فقالت له انا هدفع حقهم وكمان الحاجه تقيله قوي. فقال لها ما الكل شالوها الا انت عشان انت مش نافعه في حاجه ويا ريت تمشي. فقالت له همشي وهاجي بكره. فقال لها لا ما تجيش تاني. فقالت له مش هقدر عشان ورايا شغل. وبتسيبه وبتمشي تروح تعمل ضوافرها وبتلاقي المنبه بيرن فبتقوم عشان تروح قبل ما تتحول لطائر. وبيبقى الطريق زحمه وبتضطر تركب موتوسيكل وبتوصل وبتطلع الاوضه بتاعتها بسرعه وبتتحول لطائر. عمها بيوصل وبيسال جان عليها فبتقول له نايمه فوق تعبانه. وبيوتي بتقرر تروح بيت تي وبتروح والقطه بتفضل تجري وراها بس بتطير وبتشوف تي جايب لها قفص وبيقعد يصفر لها فبتروح له وبيقعد يرحب بيها. بيفضل يقول لها انت شبه بيوتي هسميك على اسمها. فبتفضل تنقره وبياخدها وبينزلوا يقعدوا مع اهله. وابوه بيقول له ايه اخبار بيوتي معاك؟ فبيقول له انها مش نافعه وبتفضل تعمل كوارث في الشغل. فامه بتقول له غصب عنها عاشت طول عمرها متدلعه في الشغل هيبقى صعب عليها. فبيوتي راحت قعدت على ايدها وكانت فرحانه من كلامها. تي خدها وطلعوا فوق وخدها في حضنه وناموا وهي صحيت لقت الشباك مفتوح. قعدت تنقره ولحد ما قام فتح لها وطارت وتحولت لانسان. راحت الشغل بلبس غير اللبس اللي المفروض تلبسه. وتي طلبها في المكتب وراحت له وبيقول لها ايه اللي انت لابسه ده؟ قالت له ماله ما هو نفس الالوان بتاعت الشغل بدل الهدوم اللي مش لايقه عليا خالص. فبيقول لها تعرفي كام واحده ما تقدرش تلبس زيك ومعاش الفلوس زيك عشان تشتري وهيبقوا عاوزين يعملوا زيك وهيحسوا بقد ايه هم فقراء. انا قلت لك من الاول انت ما ينفعلكيش شغل هنا. فبتقول له لا هشتغل هنا وهوريك انا هبقى شاطره ازاي. فبيقول لها قدامك اسبوع اشوفك هتعمل ايه، لو ما حسنتيش من نفسك يبقى مش هدربك. خدي الدفتر ده تسجلي فيه حضورك وانصرافك والملاحظات اللي شايفاها لازم تتعدل وهتخلصي شغلك بالليل. فبتقول له لا مش هقدر اشتغل بالليل كده لسبب مش هقدر اقوله لك. فبيقول لها خلاص روحي لعمك يدربك. فزعلت وزمايلها في المصنع بيكونوا واقفين بره ومش عارفين هي بتعمل ايه عند المدير، يا ترى هي على علاقه بيه ولا لا. فرئيسة العمال زعقت لهم وخلتهم يروحوا يشوفوا شغلهم. وبيوتي بتبتدي شغل وبيكون شغلها بيتحسن. وتوا بيعرف من العمال ان البنت الجديده اللي جت كل شويه تروح لتي المكتب. فراح قال لبعت وبتقرر تروح المصنع تشوف هي مين البنت دي. بتلاقيها بيوتي فبتتصدم. بيوتي بتقول لها ما تقوليش لحد ان صاحبه الشركه وخلينا نتكلم في مكان تاني. فبعت بتاخدها المكتب وبتقول لها ايه اللي جابك؟ فبتقول لها جايه اتعلم عشان ابقى الرئيسه واشوف شركتي عاوزه ايه واطرد اي حد خاين حتى لو كان ابوكي. فبات بتقول لها انت فاشله ومش بتعرفي تعملي حاجه، انصحك ترجعي بيتك تاني وتصرفي الفلوس وانت ساكته. فبيوتي بتقول لها هثبت لك انا هعمل ايه وهتبقي شغاله عندي وبتسيبها وبتمشي. بات بتتضايق وبتفتكر لما وهم صغيرين بيوتي كسرت لها اللعبه بتاعتها فبتقول مش هخليكي تاخدي اي حاجه مني تاني. بيوتي بتروح الحمام وبتقعد تصوت من الوجع والموظفين بيسمعوها ورئيسه العمال بتدخل وبتقول لهم يلا عشان الاتوبيس هيمشي.
بيخرجوا وبيوتي بتتحول لطائر، وبعت بتحكي لتوا على بيوتي وانها مش هتسمح لها تاخد الشركه عشان دي بتاعتها هي وابوها وهم اللي تعبوا فيها. بيوتي بتروح مكتب تي وبتكون مستنياه علشان يروحها معاه، وبيشوفها وبيفرح وبيمسكها وبيقول لها جيتي هنا ازاي، وبيقعد يزغزغها. السكرتيره بتقول له ان في حد عاوزه، فبيخبي بيوتي في الجاكيت، وبعت بتدخله وبتقول له انت تعرف ان بيوتي بتتدرب في الشركه؟ فبيقول لها اه. فبتقول له ازاي وانت عارف انها فاشله وهتضيع الشركه؟ فبيقول لها انا عارف كل ده بس عاوز اثبت لها ده عشان تبطل تيجي الشركه تاني. بيوتي بتتضايق وبتقعد تنقره، وتي بتقول له مالك؟ فبيقول لها مفيش بس بطني بتوجعني. وبياخد بيوتي وبيمشي وبيوديها لدكتور بيطري عشان يعرف هي ذكيه كده ليه. فالدكتور بيقول له شكله بسبب البيئه بتاعتها، وكمان هي بنت وشكلها بتتعصب عشان عاوزه تتجوز. فتي بيضحك وبياخدها البيت، ولما بيوصلوا بيلاقي اعرن هناك بتقول له انا جاي عشان اعزمك على افتتاح المقهى بتاعي. وبتشوف بيوتي وبتمسكها بس بيوتي بتنقرها، وتي بيداولها جرحها، وبيوتي بتغير وبتروح بيتها وبتلاقي التميمه بتتحول كلها للون الاسود، فبتقعد تصرخ انها عاوزه ترجع انسانه تاني ومش عاوزه تشتغل ولا تعمل حاجه. وبعد بتقول لابوها انت تعرف ان بيوتي بتشتغل في المصنع؟ فبيقول لها اه. فبتقول له مش هسمح انها تاخد المصنع. فبيقول لها سيبي كل حاجه لوقتها. فبتقول له مش فاهمه، فبيسيبها وبيقوم. تاني يوم بيوتي بتصحى وبتلاقي تي بيرن عليها وبتقول له مش هاجي تاني الشغل. فبيقول لها احسن هبعت لك ورق تمضي لي عليه وده اقرار منك انك مش هتتدخلي في شؤون الشركه تاني. فبتقول له لا هاجي، دي شركتي وهبقى مدير احسن منك، وبتقفل معاه. بتروح الشغل وبيبقى باين عليها التعب، والعاملات بيقعدوا يتكلموا عليها وبيقولوا لها انت كنت بتولدي امبارح ولا ايه فنانه؟ فبتتجاهلهم وبتدخل الحمام وبتدور على شنطتها، ورئيسة العمال بتديها لها وبتقول لها ازاي خرجت من الحمام امبارح وهو مقفول من جوه؟ فبتقول لها عادي وبتسيبها وبتمشي وبتروح لتي بتديه الملاحظات اليوميه اللي كان مديها لها، وبيقول لها مش هقراها دلوقتي. فبتتضايق وبتقول لها يا ريت تسيب المكياج بتاعك هنا وما تستخدموش في المصنع. فبتسيبه وبتمشي وبتروح المصنع، وبتلاقي العامله بتاعه الحسابات بتقول ان في حاجه غلط وهتشتغلوا فتره اطول عشان تحسبوا صح. فكل العاملات بيكونوا متضايقين من بيوتي عشان عارفين ان هي السبب، وبيقعدوا يشتغلوا كلهم ومش بيبقى فيه اي غلط. والعامله بتروح لبعت وبتقول لها نفذت اللي طلبتيه مني. فبعت بتقول لها طب روحي انتي، وبتكون فرحانه انها بتستنزف طاقه بيوتي وبتخلي الكل يكرهوها. كورن بيروح لتي وبيطلب منه يقابل هاري ويسمع منه العرض اللي هيقدمه له. فتي كان رافض، بس كورن بيجيبه الشركه وبيقابل تي وبيقول له سمعت انك ما كنتش عاوز تقابلني. فتي بيقول له ايه عرضك؟ فبيقول له نصنع سوا ونتنافس في مزاد علني في الاخر. فتي بيرفض وبيوتي بتدخل فجأة عليهم، وهاري بيرحب بيها وبتقول له انت تعرفني؟ فبيقول لها اه انا رئيس شركة الملابس المنافسة ليكو. فبيتصدم وهو بيستأذن منهم وبيمشي. بيوتي بتقول له ايه اللي دخله هنا؟ فبيقول لها جاي يقدم لي عرض. فبتقلق وبتروح ورا هاري وبتلاقيه واقف مع عمها وبيتكلموا عن الشركة، فبتعرف انه الشخص اللي كان بيتكلم عنها لما سمعته. هاري بيروح حفل افتتاح مقهى اعرن وبيجيب لها عازف كمانجا وبيعجبها، وابوها بيقول لها انا عزمته رحبي بيه. فبتروح لهاري وبترحب بيه وبتخليه يقعد، وبتفضل مستنيه تي وبتقعد ترن عليه ومش بيرد. لما اهله بيوصلوا بتسالهم عليه، فامه بتقول لها معلش هو وراه شغل ومش هيقدر يجي. فبتزعل، والعاملات بيكونوا متضايقين من بيوتي عشان تعبوا في الشغل بسببها وضربوها، بس وان بعدتهم عنها. وبيوتي بتروح لتي المكتب وبتديله التقرير اليومي وبيشوفه وبيقول لها هو فعلا العاملات مش بيتحدوا مع بعض؟ فقالت له لا دول بيشتغلوا كجماعات، حتى كانوا هيضربوني النهارده بس وان لحقتني منهم، هي لطيفه قوي. فبيفتكر لما كانوا بيلعبوا سوا زمان وكان عنده كلب، وبيقول لها لما والدك يوافق هجيب لك كلب. فبتقول له انت لطيف قوي. فتي بيرجع من ذكرياته وبيبتسم، وبيوتي بتطلب منه يوصلها البيت. فبياخدها وبيمشوا والشمس بتبقى بتغرب، وبتطلب منه يسرع بالعربيه. فبيقول لها الدنيا زحمه، وبتبتدي بطنها توجعها قدامه وبيبص لها باستغراب. وبيوتي بتطلب من تي يقف في البنزينة عشان عاوزة تدخل الحمام. فبيسمع كلامها وبيقف وبتنزل جري، وبيفضل مستنيها كتير ومش بتخرج. فبيطلب من العاملة تدخل تشوفها في الحمام، فبتخرج وبتقول له مفيش حد جوه ولقيت الهدوم دي. فبيقلق عليها وبيبقى مش عارف هي راحت فين، وبيمشي وبيوتي بتطير وراه. حفل اعرن بيخلص واهلها بيشكروا هادي، وابوها بيقول لها بيخدي هاري وخروجوا عزوميه على الغدا كشكر. فبتوافق وهي متضايقه، واهل تي شافوا الموقف اللي حصل. تي بيروح بيت بيوتي وبيسأل جان عليها، فبتقوله هي مش هنا، بتختفي بالليل. وبتصحى تاني يوم بدري وبتخرج. فبيقولها لما ترجع بيطمنيني عليها. بيديها هدومها وبيلاقي الطائر واقف، فبياخده معاه البيت، وبيلاقي اهله بيرنوا عليه وبيقول لهم انا في الطريق. ولما بيوصل امه بتقوله اعرن بتضيع منك ولازم تهتم بيها. فبيقول لها حاضر. وبيوتي بتبقى غيرانه، واعرن بتقول لوالدها انت عارف اني بحب تي، ليه عاوز نخرج مع هاري؟ فبيقول لها عشان شايفه مش مهتم بيكي، ومن هنا ورايح مش هتقابليه، خليه يعرف قيمتك. وتي بيكلم كورن وبيحكي له ان بيوتي اختفت، فبيبقى مستغرب. وبيوتي بتطير وبتقعد على الشجره حزينه عشان وحيده، وبتفضل تنادي على الالهه.
لالت بتكون فرحانه انها ابتدت تتعلم حاجه، وبات بتروح المصنعيه وتوع وبيبوظوا القماش، وتاني يوم تي بيرن على بيوتي وبيصحيها وبيقول لها انا تحت في البيت انزلي، فبتنام وبتنزل له متاخر وبيروحوا الشغل سوا، وبيقول لها تقلع الحزام وبتقلعه، بتفضل تكتب الملاحظات وهي في العربيه، وبيقول لها كنت فين امبارح، فبتقول له دي حاجه شخصيه ومش هقدر اقول لك عليها، ويا ريت ما تتدخلش في حياتي ونزلني هنا بدل ما اصوت واقول خاطفني. فبينزلها وسابها ومشي ووصل الشركه، لقى بات بتقول له ان بيوتي عملت مشكله خسرتهم 2 مليون. بتاخدوا المصنع عشان توريه اللي حصل، وبيوتي بتوصل المصنع وبتدور على مكان عشان لما تتحول لعصفوره تقعد فيه، وبتلاقي وبتحط اكلها وميتها، وتي بيروح المصنع وبيشوف القماش بايظ، بيسال عن بيوتي بيقولوا له لسه ما جاتش، بيبقى متضايق، وبيوتي بتيجي وبات بتقول لها بص انت عملت ايه وخسرتينا ازاي، فبيوتي بتقول لها انا واثقه اني ما عملتش كده، فبتقول لها يبقى وان بقى، فبتقول لها ولا وان حتى، فتي بيتضايق وبيقول لها تعالي المكتب نتكلم، فبتروح معاه وبتفضل تقول له صدقني انا ما غلطتش ومركزه في الشغل، فبيقول لها عندك دليل، فبتقول له هجيبه بس لما اثبت براءتي تعتذروا لي قدام كل الموظفين، وبتسيبهم وبيمشوا. هاري بيروح يزور اهل ايرون وبتبقى متضايقه منه، وابوها بيقول له علمها الجولف، فبيفضل يعلمها وهي بتبقى متضايقه منه، وبيوتي بتبقى بتتغدى في الاستراحه والموظفات بيقولوا لها من ساعه ما جيتي هنا وانت جايبه لنا المشاكل، بيضربوها. وباي مساعده بات بتصورهم وبتوريهم لها وبتبقى فرحانه، وتوا بيقول لها احنا نسينا نمسح كاميرات المراقبه، فبيتخض وبتقول له لازم تلاقي طريقه تمسحها قبل ما بيوتي تشوفهم. بيوتي بتدخل الحمام وبتسمع وان وهي بتتكلم في التليفون ان ابنها مريض ومش معاهم فلوس، فبتزعل، ولما وان بتخرج بتقعد تواسيها وبتقول لها صدقيني مش هتطردي من هنا، انا مش هسكت انا معاكي. فلالت بتكون فرحانه ان بنتها بقت رحيمه بالناس واخيرا بقى عندها دم، والتميمه بيبتدي لونها يتحول للذهبي، فالالهه بتقول لها ما تفرحيش يمكن بتعمل كده بدافع الغضب وتبوظ كل حاجه. تي بيرن على ايرون وبيطلب منها يخرجوا، فبتفرح، وبيوتي بتروح المخزن عشان تغير هدومها وتتحول هناك، وبيبقى فيه كاميرات مراقبه، وبعد بتكون بتجهز عشان تروح تحذف السجل، فباي بتقول لها الموظفين ممكن يشوفوكي خليها وقت تاني، فبتوافق على كلامها. تي بيسأل وان عن بيوتي، فبتقول له مش عارفه هي فين، فبيقول لها ما تقلقيش مش هطردك، انا عارف انك مجتهده في شغلك بس دي قوانين، فبتشكره وبيسيبها وبيمشي. وبعد بتجهز عشان هي وتوا يروحوا غرفه التحكم ويمسحوا سجل الكاميرات، وبريتي بتتحول لطائر وبتخرج وبتشوف بات وتوا، فبتروح وراهم وبتشوفهم رايحين فين، بتلاقيهم داخلين غرفه التحكم وبيفتحوا الكمبيوتر وبيبقوا يحذفوا اللقطات، بس بيوتي بتفضل تهاجمهم وتنقرهم. تي بيبقى معدي من جنب الباب وبيسمعهم وبيفضل يخبط وبيقول افتح اللي جوه، فبعد بتمسح سجل الكاميرا بسرعه وبيفتحوا الباب وبيقول لهم ايه جابكوا هنا، فبيقولوا له كده بنشوف الامن بس الطاير ده قاعد يهاجمنا، فبيبص بيلاقي بيوتي وبيمسكه. بيوتي بتفضل تشاور له على الكمبيوتر وبيشوف وبيلاقي السجل محذوف، فبيوتي بتزعل وبتفضل تنقر في توا، والشنطه بتاعته بتقع وبيبقى فيها العينه اللي بوظت القماش، بس بيشيلها من الارض بسرعه، فبيوتي بتشخ عليه هو وبعت وبيقع منه الشنطه، وتي بيشوف الحقنه وبيقولوا لهم تعالوا لي المكتب، وبيجيب سجل الكاميرا من زاويه تانية وبيشوفهم هما بيبوظوا القماش، فبيقول لهم ايه رايك اطردكم ولا اعمل ايه، فبعد بتعيط وبيقول لها بكره تعتذري لبيوتي وانت موقوفه عن العمل لمده اسبوعين، وبياخد بيوتي وبيمشوا وبيقول لها انت اكيد مش طائر، اكيد مش طائر عادي، وبيفضل يزغزغها. وايرون بترن عليه وبتقول له انت فين انت نسيت ميعادنا، فبيقول لها لا انا جاي اهو، فبيوتي بتتضايق وبتغير وبتروح تلاقي التميمه لونها اتحرك للذهبي اكتر، فبتفرح وبتقول هفضل اساعد الناس عشان ما تحاولش لطائر على طول، فالالهه بتيأس منها ومن تفكيرها وبتقول البت دي مش جاي معاها سكه في اي حاجه. وتي بيخرج مع ايرون مش بيبقى مركز معاها وبتقول له مالك في ايه، فبيقول لها مفيش عندي مشاكل في الشغل. بيوتي بتكون نايمه وبتقعد تفتكر ذكرياتها مع بات، وبتقرر تروح تشوفها بتخطط لايه، وبتلاقي ليه هناك، بتفضل تحاول تسمعهم بس هي ما بتعرفش وبتبقى متضايقه. وتاني يوم هاري بيجي له تليفون وبيكلم عمته وبيقول لها ما تقلقيش انا هخسر شركه بيوتي ما تقلقيش، وبيروح لوالد ايرون وبيقول له انا عاوز ارتبط ببنتك وانا جاد من ناحيتها. وتي بياخد بات وبيروح لبيوتي البيت عشان تعتذر لها، بس بيوتي بتقول لها لازم تعتذري لي قدام المصنع كله ودي قواعد الشركه والكل في المصنع بيصونها. بعد بتبقى محرجه وبيوتي بتجمع الكل عشان يسمعوا، بس وان بتاخدها من ايدها وبتقول لها ما تعمليش كده، الكل هنا ما بيحبكيش وشايفينك متكبره وشريره، اثبت لهم عكس كده. فبيوتي بتقول لها شكرا على نصيحتك اللي من القلب دي، وبتاخد وان وبيدخلوا المصنع وبتقول للكل انهم مظلومين وان القماش باظ بسبب تسريب ميه من السقف مش اكتر، وكل واحد بيروح شغله من الموظفين. وبعد بتقول لهم انا هرجع شغلي، فتي بيقول لها انت نسيتي انك موقوفه عن العمل، فبتتضايق وبتروح. وتي بيسال بيوتي ليه عملت كده، فبتقول له اصل عندي خطه تانية، وبتبص له وبتلعب له حواجبها عشان خلاص فسدت وبقت قليله الادب. وهنا بيخلص الجزء بتاعنا. لو عجبكم الملخص اكتبوا في الكومنتات عشان ننزل بالجزء الجديد. سلام.